يلا اعملي الكماج الفلاحي معايا وما تراجعيش ورايا. الكماج الفلاحي بكل اسراره، كل تركاته، وكمان اجواء وروح الفرن البلدي وريحة المخبوزات في البيت يا حبايبي، والطعم فوق الخيال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة دايما، اللهم امين. طبعا النهارده هنعمل شوية كماج فلاحي، اللهم صل على النبي، منفخين كده، وتفتحي وتعملي سندوتشات والولاد وتاكلي الشاي بلبن. وبصوا اقسم بالله مش عايزين اي حاجه معاهم كده. هو انت بقى تطلعي من الفرن وتقعدي تتسلي كده ما شاء الله، مش عايزه لا اي حاجه، يعني هو طعمه لوحده حاجه تانية. اللهم صل على النبي. كده قعدنا مع بعض النهارده، بصوا كده جبت كل حاجه جنبي وقعدت كده وجبت العجان بتاعي. يا رب يرزقنا جميعا ونجيب عجانات كده حلوة ونريح ايدينا يا حبايبي. بس بصراحة عجن ام وامك ده هو احسن حاجة بصراحة. اللهم صل على النبي. هقولك كل اسرار الكمال الفلاحي وخدي مني وما تراجعيش ورايا زي ما قلتلك. طبعا جبت الحاجات بتاعتي، اللبن بتاعي، الخميرة بتاعتي، الملح، لان انا بعمل الكماج مملح يا حبايبي، مش مسكر زي القرص. يعني انا لما بعمل القرص الكماج يختلف عن القرص. الكماج لا هو قرص ولا هو عيش شامي، هو حاجة في النص كده، بس طعمه جميل جدا وبيحتاج لبن رايب وقشطة. ما عنديش يا ملك، انت فلاحة وعندك، انا ما عنديش. طبعا كده الاول الناس الجديدة لاول مرة تدخل عندي، انا ملك في الريف ودي قناتي، اتمنى كده تبقوا معايا دايما ويعجبكم الفيديوهات البسيطة اللي انا بعملها. انا هنا نزلت باللبن الرايب بتاعي الاول، هقول لكم على اللي انا نزلت بيه. حوالي 2 كيلو لبن رايب او كيلو ونص يا حبايبي، لان انا عملت 3 كيلو من الدقيق او يا خط كمان، لان انا ما وزنتش بصراحة، بس هحط لكم مقادير الكيلو في الوصف ان شاء الله. اللهم صل على النبي. ودي الخميرة انا حاطه عليها مية وسكر من بدري، عشان طبعا احنا في الشتاء ولازم تعملي في الخميرة كده اول ما تصحي من النوم، وعارفة ان انت لو هتعجني كيلو دقيق بس او بدري شوية وحاطه في دماغي ان انت هتعجني، فحط الخميرة بتاعتك في شوية مية مع معلقة سكر تتفاعل كده وتبقى يعني ايه، عشان تخمر بسرعة العجينة معاكي. او ممكن تربي معاها معلقة من الدقيق اللي انت هتعجنيه، فده بيساعد في ان المادة الرافعة ان هي تشتغل وعجينك يختمر معاكي. ماشي تمام. دي حتة يعني حبيت ادي عليها ملحوظة بس. حبيبي يا رسول الله، اللهم صل على النبي. ونزلت باللبن الرايب بتاعي. انت ملك فلاحة وعندك قشطة ولبن رايب، احنا ما عندناش والله يا حبايبي. انا جاموستي ما فيها لبن اصلا وناشفة زي ما قلت لكم. للناس اللي دايما بتقول لي يا ملك اعملي فيديوهات زبدة وقشطة، والله ربنا يرزق. وانا معايا الفيديوهات القديمة، بعمل لكم مشاركة على المنتدى، ادخلوا على المنتدى عندي هتلاقوا الفيديوهات. هنزل كل فترة او كل اسبوع فيديو كده عشان تشوفوا للناس اللي محتاجة اي ملحوظة في القشطة او الزبدة او الجبنة اي حاجة. اللهم صل على النبي. على ما ربنا يرزق ونعمل مع بعض طبعا كل حاجة، واقول لكم على كل حاجة تخص الزبدة والقشطة والأسرار كمان، وازاي تجيبيها كده من الأسواق. هنا نزلت باللبن الرايب ده يا حبايبي، لبن بقري بيتبقى عندي من كل يوم، باخد مثلا نص كيلو أو كيلو للبيت. فبيتبقى عندي شوية، بحط شوية على شوية فبيروب عندي، فباجي مجمعاهم كل اسبوع كده وانزل اعجن مثلا شوية كماج، قرص، اي حاجة للولاد كده، عشان طبعا المدارس وكمان اللي بيروح الشغل. فيبقى دي كده دي حاجة بتبقى عندي وبتوفر كتير. يعني انت تقوم من النوم الصبح مثلا قرصتين مع كوباية لبن، كوباية شاي، مثلا قلبهم بيبقى يعني الكماج يا حبايبي قلبه بيبقى مفرخ كده زي ما انت شفتوا في اول الفيديو، تقدري تحشيه كده لانشو، جبنة، مثلا بطاطس، اي حاجة انت هتعملها لولادك، فهو بيبقى طعمه جميل جدا. باجي عاملة الكمية واحطها، بصوا بسيبها تهدى بس تبرد شوية، احطها في كيس في الفريزر، اطلع منها طول الاسبوع كأنك يعني عجنها دلوقتي حالا. فعشان كده بقولك حاجات بسيطة وسهلة. انت لو ما عندكيش الا علبة قشطة بس هتعجنيه، ما عندكيش الا شوية لبن اللي بيتبقوا منك، طبعا اكيد بتشتري كيلو ونص كيلو، اللي اتبقى حطيه على بعضه واركنيه. هتطلعيه في يوم من التلاجة ان هو يعمل، بصي بتطلعيه يوم بس واحد بيعمل لبن رايب.
وبعد كده تبدأي ان هو تعجني بيه. يعني انت ما تطلعوش من التلاجة على طول، تعجني بيه لازم يهدى وياخد حرارة الغرفة عشان العجين بتاعك ما يشدش معاكي. العجينة دي كانت زي الزبدة يا حبايبي. والروايح بقى لما انت بتنزلي باللبن الرايب كده بتبقى ريحته جميلة قوي. ولو عندك بس علبة قشطة مع شوية مية ربيهم وهيبقوا زي العسل يا حبيبتي. بس دايما دايما بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وسمي الله. ودايما لسانك يكون عامر بالذكر والصلاة على الحبيب كده في العجن بتاعك أو في أي حاجة في مطبخك. الحاجة اللي بتنعمل بحب بتبقى كلها حب كده وبتبقى طعمها جميل. اللهم بارك. طبعا أنا عجنت الأول معايا كده عشان برضو الناس ما تتوهش مني. عجنت الدقيق بتاعي ولميته كويس. شايفين العجان بتاعي نضيف اهو، وهيبقى نضيف خالص وايد نضيفه كمان لما العجينه ديت تكون خلاص تمامها جه كده ان هي عجينه خلاص مخدومه. بلم الدقيق بتاعي الاول وكويس جدا. نزلت بنص السمنه في الاول علشان ادفي اللبن معايا يا حبايبي، ادفي اللبن. ونزلت باللبن بتاعي وشويه من الملح، والخميره اللي انا حاطه عليها معلقه سكر من بدري وسايباها كده تتفاعل. ماشي. اللهم صل على النبي. بعد ما العجينه اتلمت معايا وعجانه نضف من الدقيق خالص، نزلت ببقيه السمنه بتاعتي وشويه من الزيت، وابتنيت الم بالراحه كده فيهم لحد ما شربت المواد السائله بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. بعد بقى ما كده خلاص اتلمت معايا، قمت كده ركزت بقى عجين الفلاحه يا حبايبي، لان انا معرفش اجيبها الا كده بصراحه. اللهم صل على النبي. وابتديت بقى ان انا قلدت العجينه، وانا بلت في العجينه ملمش واحط في قلبها، لا زي ما انتوا شايفين كده بلف عليها. ولما بعوز اخدمها من الجنب التاني بشيل العجينه اقلبها وقلتها. ما ينفعش تاخدي من قلب من بره وتحطي جوه كده، بتقطعي العجينه من ايدك هتلاقيها اصلا مقطعه معاكي دايما. انما لما بتعملي زي ما انا بعمل كده، شايفين العجان وايدي عملت ازاي. انا طبعا والله العظيم ما غسلت ايدي، انا شغاله بيها زي ما انا كده لحد ما العجينه بتلم نفسها معايا، بتبقى العجينه دي مخدومه. اللهم صل على النبي. ملك انا تعبت يا حبيبه قلبي. ريحي 5 يعني دقيقه 2 وابدأي عجيني تاني. انما ما تاخديش كده انا بلم العجينه بتاعتها اهوت وهقلبها خلاص. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله والشاهد عليها. طيب ملك انت بتقولي كده ليه يا حبيبي؟ انا امي علمتني كده بصراحه ان انا اتشاهد على العجين واسمي عليه واصلي عليه عشان بركته تزيد كده وربنا يحسن ما بين ايدينا. فها انا بحب اديكم الملحوظات دي دايما. انا الاول ما كنتش وانا بنت ما كنتش ايه ده امي بتقول لي ايه، انما دلوقتي لا، حسيت ان الحاجات دي بتفرق جدا جدا في مطبخي. ان انا دايما اقول بسم الله اللهم صل على الحبيب. دايما لساني بعمل بالذكر وانا شغاله بعمل اكل لاولادي، بعمل يعني مخبوزات. طبعا احنا ناس فلاحين بنعتمد على الخبيز دايما بايدينا. انا ما بشتريش، انا ولادي اصلا مش متعودين ياكلوا عيش من هو بينشري، فاهميني؟ فانا ما بجيبهوش يعني قليل لو جبته مره، لو انا تعبت مثلا وما عملتش. بس مش عيبه برضو لما تبقي تعبانه وتجيبي، بس هما والله هما متعودين على كده يا حبايبي. طبعا بجيب شويه من الزيت كده في طبق وابل كل قطعه عجين بعملها. وهنا يعني بقطع العجين التقطيع الفلاحي زي ما انتوا شايفين كده. يعني انا مش بقطعه على رخامه. بصوا المطبخ لسه اصلا، ادعولي ان ربنا يكرمني واعمل المطبخ بتاعي يا حبايبي. مش عارفه بختي مش كويس معاه خالص، مش عارفه يا شباب، انا ماليش حظ كده. كل يا حبايبي ما ربنا يكرم واقول خلاص هعمله ويحصل حاجه فتوقف. فهو دايما الخيره فيما اختاره الله، ان شاء الله كله خير في حياتنا ان شاء الله. اللهم صل على النبي. طبعا انا اصلا مفرغاه من كل حاجه ومستنيه بس بتوع الرخام يجوا وربنا يصلح الحال يا رب. اللهم صل على النبي. طبعا بقول لك هنا لو انت مش عايزه تقطعي على رخامه ولا اي حاجه، بتجيبي العجينه كده. بس مش عارفه يعني بنتي وهي بتصور ما جابتش ايدي يا حبايبي، فانا كنت بحاول. بصي بتبصيها من بين ايديكي كده بتعمل الايه قطعه العجين كده. لو انت يعني في التقطيع يعني انا بص بقول لكم الحاجات دي، عارفه ان انتوا ناس اللهم بارك عليكم، بس انا بقول لكم بفتكر نفسي وانا بتعلم كنت ببص على الحاجات دي، الحاجه دي بتنعمل ازاي والحاجه دي، فكانت بتهمني. فانا بقول دايما للبنوتات اللي هي زي حالاتي في البدايه اللي ما بتبقاش يعني نفسها تعرف الثغرة دي ازاي ودي ازاي، فاهميني؟ إيه بقطع العجينة كده. انا طبعا متعودة اقطع التقطيع الفلاحي دايما
طبعا مش بعوز اي حاجه افرد، لان ما شاء الله اللهم بارك اللبن الرايب مخلي العجينه معايا زبده زبده. بس هنا بقى انا يعني وزعتهم كده على 3 صواني، عشان انا بصراحه خفت ان هي تلزق في بعضها، لان العجينه معايا كانت ايه ملبن يا حبايبي. اللهم صل على النبي. وريحه العجين كده وانت بتعمليه مع السمنه البلدي والقشطه، يعني الحاجات دي. طبعا ما ضفتش سمنه بلدي، انا اي ضايفه لبن رايب بالقشطه بتاعته يا حبايبي، وضايفه السمنه العاديه وشويه من الزيت بس. يعني تختاري سمنه حلوه، انا دايما بستخدم روابي في العجين بتاعي وفي كل حاجه عندي عامه يعني. بفرد واحدة مدورة كده وبفرد واحدة بالطول. ليا ملك بيخدموني في الخبيز في الفرن. ليه بقى؟ لو عندي فراغ في الصاج بتاعي وهو داخل الفرن، فبحط فيه القرصة اللي هي المطاولة دي. وطبعا بحب المدورة جدا، بس بعمل المطاولة دي عشان تظبط لي في الخبيز، ما يبقاش عندي فراغات طبعا. لان بصوا انا في خبيزي قدام الفرن الفلاحي، الكمية اللي انا عملتها دي كبير بالظبط تلت ساعة ربع ساعة. الفرن يحمى كويس، وبعد كده ما بياخدش وقت على فكرة خالص قدام الفرن. كنت هنا بوريكم انا بفرده ازاي. شايفين بجيب كده بقى، عندك اي قماشة قديم يعني ما بتستخدمهوش بتغسليه كويس وتفرديه كده وتبدأي تشتغلي بيه. مثلا عبيان مش هتستخدميها، بغسلها كويس وافرد عليها كده العجين واعملها مخصصة. وقبل ما بشتغل العجين ده بغسلها كويس جدا وانشرها واجيبها كده على ايه، على ان انا بخبز فيها. يعني كل ما بخبز بغسلها يا حبايبي، انا متعودة على كده يعني، هو تعود. شايفين بقى، شايفين العسل اللي طالع من الفرن البلدي ده. بصوا انا الفرن ده اصلا كانت اختي بقى يعني عامله كده اللهم بارك رقاق قبل مني، وانا واخداهم ورايا الفرن اللهم بارك. طبعا ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاع الكيكه. يعني كنت عامله كيكه بعد الكماج ماشي. عملت كيكه او البكاكين، هو احنا بنسميه بكاكين عندنا في الارياف، بس انا بقول كماج طبعا عشان في ناس كتير عارفه ان هو الكماج هو اصلا الكماج الفلاحي، بس احنا عندنا في الارياف بنقول عليه بكاكين يا حبايبي. اللهم صل على النبي. طبعا هنا بقى كنت بدله بولعه كده زي ما انتوا شايفين، بولع معاكم كده. بحب اديكوا شويه من اجواء الفرن. إيه والله العظيم انا بقعد بالظبط اقل من تلت ساعه في الكميه اللي انا بعملها دي. 3 كيلو او 4 كيلو دي ما بياخدوش وقت، والفرن ده حمام وبيطلعوا بقى يعني ما اقولكيش ريحه الحاجه المخبوزه منه تحفه. انا ساعات بعمل في الفرن، عندي فرن البوتاجاز والفرن الغاز، بس انا برتاح هنا بصراحه، برتاح هنا يعني. هو كده مش عشان غاز والله ولا حاجه يا حبايبي، انا اتعودت على الفرن ده. وكمان طبعا بحس ان كده يعني الشغل فيه في القناة كمان اجمل واجمل. واتمنى الاجواء تعجبكم كده وتتفاعلوا مع الفيديوهات يا حبايبي. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، وكومنتاتكم طبعا بتشجعني. واتمنى الناس اللي بتوصل لحد هنا تصلي على النبي كده اللهم بارك. طبعا هنا الصاج بصوا مسك في طلعة الفرن، فقلت لها بنتي افصلي على ما تطلعي يا بنتي. اللهم صل على النبي. ليه بقى؟ لان الفرن كان الشجر كده نزل من عليها فرع فهدمه وعملناه تاني، فاهميني؟ فالحلق بتاعه جه ضيق شويه، من فوق واسع. برفع بقى يعني الصاج بيترفع فوق كده عشان يطلع. ثانيه واحده بس كده تشوفوني وانا مش عارفه. ايوه كده شايفين بيطلع بالراحه، اما انت بقى تقفلي هو هيقفل قصادك يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا بقى واحد ورا واحد يعني بتخلص. ودي كانت الكمية معايا يا حبايبي ما شاء الله اللهم بارك. طبعا بعد ما بتهدى كده بفرصها في الفريزر ونبتدي نسحب منها لحد ما تخلص، نبدأ نعمل تاني. وهي دي عوايدنا وهي دي عشتنا. اتمنى الفيديو يعجبكم وتحبوه، واي سؤال اي استفسار في اي حاجة بعتولي وانا هرد عليكم. وده الكماج بتاعي حبايبي اللهم بارك. اللهم صل على النبي. شايفين حاجة طرية كده زي الملبن، وريحتها جميلة زي العسل. السكر كده يا حبايبي طعمه سكر والله، مش عشان انا اللي عاملاه او لا، بجد والله. كونك تعملي الحاجة في البيت بحب فهي بتفرق كتير كده. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، بشكركم جدا وبحبكم في الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا اللي وصل لنهاية الفيديو هيبعتها لي في كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوني الفيديو القادم.